بقك لما يقرب لك مش هتحسي زي البوسه الطبيعي في البق الطبيعي. هاي عليكم. كنت عايزة اخد رأيكم في شفايفي بعد ما غيرتها ونفختها كده بتاع 10 كيلو. صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره والبلدان المجاوره. عوده ام كريم اخيرا بقى. يا اختي اليومين دول انا شايفه حاجات كتيره واوضاع منيله ب60 نيله وانا صامته وساكته وحاطه الجزمه في بقي وخلاص وعلى قلبي عله. بس خلاص تعبت. هنتكلم الاول على البنت اللي انا حطيت لكم صورتها دي وهي مشلزمه وعامله الشفاطير كده. ايه ده اللي حصل؟ ده اسمه المفروض الواحد بيعمل عمليه تجميل مش عمليه تشويه. كل واحده حابه بقها يبقى عامله لي وضع البوس وحاجه تقرف وحاجه منيله. يا اختي ما ترضي بقضاء ربنا ان انت بقك صغير. ماله يعني؟ ايه الشفاطير والشلاجيم اللي مطلعينها قدام كل واحده حقنالي فيلارا ولا بوتوكسه قد كده في بقها ومشالي عملالي كده وشكلكم البت دينا كانت ناويه تعمل الشلاجيم دي. قلت لها حسك عينك تعمليها وقومت عليها الواد كريم ابني. اختي لا مؤاخذه يعني ده جوزها بيبوسها. جوزها انا بقول جوزها. جوزك يا اختي يبوسك ازاي وانت مشلضمه مدياله الشفطوره كده حتى ما يبقاش فيه احساس؟ اكيد يعني اكيد ده الحاجات دي صناعي. الحاجات دي بلاستيكي وصناعه فرشح ولا تفسي ولا يحصل لها حاجه. ازاي جوزك يبوسك وانت عامله لي كده؟ ايه النفخ اللي انتوا طالعين فيه اليومين دول؟ ما الطبيعه حلوه مالها؟ ما انا بقي اهو حلو مدي بالعرض. لا رحت شلضمته ولا طلعت قدام ولا عملت حاجه وراضيه بخلقه ربنا والناس بتموت في ام كريم كده. يا اختي ارضي باللي ربنا خلقك عليه. مالك بتشلضمي ليه؟ بتشلضميها في وشنا ليه؟ بتبقوا مش عارفه تتكلمي ولا بطلوا قرف عشان شكلكم يقرف الكلب الاعور الحزين. فوتكوا بعافيه. انسعرفوا.